مساء الخير، شلونكم بنات؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. رجعنا وياكم فيديو جديد، طريقة عمل الزلابية. طريقتها بسيطة وسهلة، ان شاء الله تجربوها. ونبدأ على بركة الله بالمقادير: ملعقة طعام خمرة، وملعقة طعام سكر، وقلاص ونص طحين، وقلاص نشا، وقلاص ونص مي. هذا مي عادي يعني مو بارد ولا حار. هذا الطحين أنا استعملت طحين فاخر الكويتي، أي طحين موجود عندكم بالبيت. ونبدي بطريقة العمل. أضيف كل المواد بنات، سووها خطوة واحدة، لا تسوونها على مرحلتين. هنا عندي ضفت القلاص ونص الطحين، قلاص النشا. أنا قبل أسوي مرحلتين، هسه سويتها مرحلة كاملة، يعني ما أخلط السكر والملعقة الخمرة والنص قلاص طحين قبل أسوي أني وأخمرها. لا، هسه كلها تضيفيها سوية، أسهل لكم، تعطي نفس النتيجة. هسه أنا راح أضيف السكر. هذا السكر أضيفه ليش؟ لأن يتفاعل ويا الخمرة ورأسا تختمر عندي العجينة مالت الزلابية. وملعقة ضفتها هنا مال الخمرة الفورية نستعملها بالعجين. أخلط المواد، أي طحين موجود عندكم بالبيت، بس أنا أشتغل كيك فمتوفر عندي الكويتي، فاخر الكويتي. أضيف القلاص والنص المي، هذا قلاص ونص يكفي، يعني بعد لا تضيفون على مود شنو تعطي العجينة تطلع لكم ناجحة. هسه هنا راح أخلط المواد بالخفاقة اليدوية. أهم شي الخفق. بهذه الطريقة أنا غيرت الخفاقة لأن هاي شوي عندي أسرع. بنات شوفوا شلون يصير يبقى ما يبقى كود، أهم شي لا يبقى الطحين. يصير شلون التكتلات بالطحين. هنا راح أضيف لون، وإذا تحبونها بدون لون أنا ضفت لون أصفر هنا عندي. وهاي العجينة هيجي صارت، هي من راح تختمر حتصير تخينة. امشوا على هاي المقادير راح تنجح عندكم الزلابية. هسه هنا جهزت عندي، صارت هيجي صافية وما بها أي شي بعد طحين. تغلفوها بنات بنايلون. هسه أنا عندي هذا النايلون مال الأطعمة. تغليف زين، وتعفوها ساعة ساعتين ثلاثة، يعني قد ما تختمر هي أحسن تصير بالتقلى. شوفوا شلون ضاعفت واختمرت. شوفوا الفقاعات الداخلها. أهم شي هالفقاعات تخلطوها قبل لا تخلوها يعني بالتقلى. أهم شي تطلعون الفقاعات من داخل العجين. شوفوا شلون تخنت. تخلطوها هيك خلط زين قبل ما نخليها، يعني هسه بالبطل مات اللي اشتغل بيه اني. شوف بس هاي علبة الكاتشب عندي اني فارغة، وغسلتها غسل زين، وهاي هيك الفتحة مالتها تصير. وراح اضيف بيها العجين، اي علبة موجود عندكم صاص كاتشب راح اضيفه هنا. وراح ان شاء الله ننتقل للتقلاه الزلابية. هذا هنا عندي اني هنا الزيت. اهم شي النار لا عالية كلش ولا ناصية. وهذا الشيرة بناته والقطر يسموه، اهم شي يصير هيك ثخين. ومقاديرها كل قلاصين سكر، قلاص مي، ورشة لمن دوزي. هنا راح ابدي بداية بهاي الطريقة، اي طريقة هي سووها تنجح هي عندكم. هسه النار لا عالية كلش ولا ناصية، وما تبقى هواي، هي يعني مجرد دقائق تشوفوها تستوي. لا تخلون لونها يصير احمر. هسه دقائق اني اشوف قلبتها. وكل ما تقلون بنات، كل ما تقلين ترجين يعني العلبة مالت اللي يشتغلين بيها عمود لا تصير ثخينة، لأن هي بيها خمرة فأكيد راح تصير ثخين.
هسه هنا كملي. طبعا انا سويت 2 قبل ما اقلي هاي، اريد اشوفها ناجحة، فهي نجحت عندي ما اضفت اي شي. واخليها بناتي بالشيرة. هسه راح اسويها بعد وياكم. هو بالعلبة يظل يختمر يعني بزايد. طريقتها سهلة وطعمها كلش طيب، وشوفيها نفس طريقة المحلات، إن شاء الله تجربوها. ليش نشتري؟ خو يعني ما يخسر، ما بيت ما بي النشا والطحين. أهم شي تقلاها النار كود يصير متوسطة، يعني لا عالية ولا ناصية. وإذا تحبونها بدون لون شفافة. هسه أنا ضفت قليل من اللون الأصفر. ما تاخذ وقت من عندكم، دقائق تجهز. خليها بالشيرة. الشيرة إذا شفتوها تشبع يعني تتغير لونها بداخل الشيرة، يعني معناتها هاي ناجحة عندكم. تتغير لونها، شفت تاخذ هواي شيرة. هاي راح أكمل كل الطريقة. هاي بعد ما كملت بنات شوفوا شلون صار. راح أراويكم من الداخل شلونها هشة ومقرمشة من الداخل، يعني شوفوا شلون تتكسر بيديني. هاي طريقة إن شاء الله عجبتكم بنات. لا تنسونا من اللايك والاشتراك، ومع ألف ألف سلامة.